حسن وأصحابه ما كانش النهاية. الكابوس رجع تاني بكشكول مرسوم فيه أنوبيس بعيون لونها أحمر. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. بعد اختفاء حسن وأصحابه في مقبرة عنخ خنسو، الموضوع اتقفل كحادثة غامضة. لكن بعد شهور في راجل عجوز اسمه الشيخ منصور، حارس قديم للمقابر، ظهر فجأة عند اسم الشرطة ومعاه كشكول قديم ومتقطع. قال الكشكول ده أنا لقيته قدام باب المقبرة، وده السبب إني جيت أحكي. محدش هيصدق بس دي الحقيقة اللي عشتها. فتح الكشكول وبدأ يقرأ. فيه رسومات لأنوبيس، جمل مكتوبة بخط يوسف. آخر واحد فضل صاحي قبل ما يختفي. واحد خرج لازم واحد يدخل. محمود اتسحب، يوسف بيموت، وكريم بيصرخ، وأنا سامع حسن بيضحك. العجوز كمل: أنا كنت هناك في الليلة دي من بعيد وسمعت الصرخات كلها. شفت البوابة وهي بتتقفل لوحدها، ولما فتحت تاني لقيت بس الكشكول والدم على الأرض. ما قدرتش أتكلم قبل كده، لكن دلوقتي الناس لازم تعرف. وبعد ما خلص كلامه العجوز وقع ميت قدامهم. ولما فتحوا الكشكول تاني لقوا آخر صفحة لسه بتتكتب لحظتها: تحذير: الموت سيأتي على أجنحة سريعة لكل من يجرؤ على إزعاج راحة الملك. هل عندك الجرأة تدخل المقبرة دي لوحدك؟ قول لنا في التعليقات.